تلتزم بما تعرف ولا تزاحم في مكان ليس مكانك. لا تصدق أنك من البقية الباقية من العقلاء. كل رأي وفكرة وقضية لابد أن ضع بصمتك. إذا راودك هذا الشعور فاعلم أن وضعك صعب. اجلس مع نفسك، خذ نفس وأعد النظر في الطريق الذي تسير فيه. أخيرا، العلم ليس شيئا ميسورا، العلم باب شريف تفنى فيه الأعمال، طريق طويل بحاجة إلى مجاهدة ومصابرة، وهناك معادلة يسيرة في الصدق والعدل. البحث عن المعرفة يساوي معرفة، والاعتراف بالجهل يساوي أيضا معرفة. الله جل جلاله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يحذرك خالقك من أن تقع في شرف التعالي تدعي العلم لا تحصي. سلام.